السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم. تعالوا معايا كده، خلينا نشوف حضرنا الصينية العظيمة دي على الفطار ازاي، بطريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. وان شاء الله كملي الفيديو للاخر وانا متأكدة هتطلعي مستفادة. يلا نسمي الله كده ونخش على الفيديو بتاعنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة حضرتها مية بتغلي على النار علشان انا عايزة اسلق لحمة. بعد كده قطعت فيها 3 بصلات كبار وثلاث حبات من الطماطم، ونزلت كده عليها بعود جرفة وشوية كده من ورق اللوري، وكمان حطيت عليها فلفل اسمر حصى. بصراحة كده انا بحب الفلفل الاسمر يتحط زي ما هو كده صحيح. انا كده كده بحط ناعم، بس انا بصراحة بحب كده التركاية دي. وكمان حطيت كام واحدة كده من الحبهان، ونزلت عليها بالفلفل الاسمر والكمون مطحون. ما حطيتش ملح هنا خالص لسه، كده انا حطيت فلفل اسمر والكمون الاول، وبعد 10 دقايق بالظبط بنزل عليها بالملح بتاعها. بعد كده هحضر الكفتة معايا. لحمة مفرومة زي ما انتم شايفين كده، بتكون فيها بالظبط حوالي 20 في المية منها من الدهن، علشان الدهن بتطلع معاكي الكفتة حلوة وكمان بتخليها متماسكة. لازم يعني الكفتة يكون فيها نسبة دهون. ممكن لو مش عندك، لو ما فيهاش دهن ممكن تحطي عليها اللي هي الضاني لو بتحبيها. لو مش بتحبيها مش مشكلة. ضفت عليها حوالي بصلتين كبار مصفيهم كويس من المية، وبعد كده شوية من البقدونس المفروم، اخدت الورق بس. وبعد كده نزلت عليها ببهارات الكفتة وفلفل اسمر وكمون وملح. وكمان نزلت عليها بحوالي ربع معلقة من الكربوناتو او البيكنج باودر. لا، البيكنج باودر مش الكربوناتو، البيكنج باودر بيخليها هشة وبيخليها مش مكتومة. جربوها كده على الكفتة هتطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده خطيرة. بعد كده المية اللي انا صفيتها مية البصل، نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الزيت، ونزلت عليها بشوية فلفل اسمر وكمون، وقلبتهم كده مع بعض علشان اصبع بيها الكفتة. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان فطور النهاردة عسل، مش قادرة اقول لكم على حلاوة الاكل. كملوا الفيديو للاخر، انا متاكده هتطلعي مستفاده. وانتي بتشوفي الفيديو كده، يا ريت تكتبي لي في التعليقات حضرتي ايه على الفطار النهارده علشان ناخد افكار من بعض. خلاص طبعت الكفته زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، ودخلها على الفرن. الفرن بيكون شغال من فوق ومن تحت. بتاخد حوالي بالظبط يعني من تلت ساعه لنص ساعه حسب الفرن عندك او حسب تسويه الفرن عندك. بعد كده هعمل معاكم اللحمه المفرومه كده على الصاج زي ما انتم شايفين بالشكل ده. نزلت بمعلقتين كبار من السمنه وكمان معلقتين كبار من الزيت، وحوالي كده 3 بصلات كبار مفرومين فرم ناعم. وبتبل البصل الاول وبعد كده بنزل عليه باللحمه المفرومه. بصراحه كده انا بحب البصل يتبل او يتدبل، انا ما بحبش طعم البصله كده تخرج في اللحمه المفرومه او في العصاج. انا بحب ادبل البصل الاول وبعد كده بنزل عليها باللحمه المفرومه. حتى انتوا شايفين انا عملت ايه، انا سبت كده مكان فاضي من غير البصل علشان اللحمه كمان تاخد صدمه على طول وما تنزلش السوائل بتاعتها. بعد كده بنزل عليها بالبهارات بتاعتي، فلفل اسمر وكمون وشويه كده من الملح. بقلبها كده مع بعض كويس وبسيبها حوالي 10 دقايق. وبعد كده بنزل عليها بطماطميتين كبار كده متقطعين تقطيع صغير بالشكل ده كده. نسيت اقول لكم انا فرمت مع البصل بتاع العصاج او اللحمه المفرومه حبيتين من الفلفل. يعني انا وانا بفرم البصل كده حطيت عليهم حبيتين من الفلفل. زي ما انتم شايفين كده خلاص. خلاص خلصت اللحمه المفرومه. تعالوا بقى اوريكم هتحشوا شويه جلاش او هتعملوا شويه جلاش. يا خرابي على جلاش ده كان لوحده كده بصراحه كده حوار. طعمه في حته تانية خالص، وسهل جدا وبسيط. هتحضريه بكل سهوله من غير تعب ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. كمان انا متاكده هينفعك في عزومات رمضان. بيكون شكله شيك جدا، مش بيتبهدل معاكي في التقديم. وكمان الحشو بتفضل زي ما هي، يعني اي حشوة انت عايزاه بتحطيها في الجلاش بالشكل ده. بتاخدي معاكي ورقتين بالظبط، بتحطي كده على الورق شوية من السمنة السايحة، وبعد كده بتحشيها بالشكل ده بكل سهولة. بس يفضل علشان ما يتقطعش معاكي ان العصاج بتاعك يكون بارد شوية علشان ما يدوبش معاكي ورقة الجلاش. زي ما انتم شايفين اسهل طريقة هتحضري بيها الجلاش، جربيها وانا متأكدة والله هتدعيلي على الطريقة دي. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا بحط كده بتني تانية صغيرة الاول من غير ما بحط عليها سمن علشان ما تتزحلقش معايا، وبعد كده بحط عليها الحشو
وبتنيها وبلفها كده رول، بضغط عليها وبلفها رول بالشكل ده. وهنا ما بقطعش خالص بالسكينه، انا بحطها كلها زي ما هي كده في البايركس بتاعي، وبعد كده بالسكينه بقطعها حسب الحجم اللي انا عايزاه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنكمل مع بعض. انت رايحه فين؟ ده لسه الفيديو ما شاء الله اللهم بارك فيه تفاصيل كتير، انا متاكده هتفيدك. حطيت اللايك ولا لسه؟ والله العظيم 3 الفيديو ده يستاهل مليون لايك. حطوا لايك، ما تبخلوش عليا باللايك يا جماعه. انا مش عارفه انت بتتفرجي على الفيديو، حطوا لايك وانت بتتفرجي كده. حط اللايك علشان اكمل معاكم ان شاء الله، وقناتنا الحلوه دي تكبر بيكم وتكون اكبر قناه في الدنيا. انا متاكده والله، انا عندي امل في الله ان هي ان شاء الله تكبر بيكم. بعد كده معايا كوبايه كبيره كده من اللبن، نزلت عليها بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وقلبتها كده مع بعض، ونزلت عليها بالبهارات بتاعتي، فلفل اسمر وكمون وملح. وبعد كده على طول بنزل على الجلاش بتاعي بالشكل ده كده. بس نسيت اقول لكم، قبل ما بحط السمنه بغلف وش الجلاش كله، قبل ما بحط اللبن عفوا، قبل ما بحط اللبن عليها بغلف وش الجلاش كله بالسمنه، وبعد كده بنزل عليه بمعلقه كبيره من اللبن. هعيد تاني، معلقه كبيره من اللبن، وكمان شويه من البيكنج باودر والملح والفلفل والكمون، بدوبهم مع بعض كويس، وبنزل عليه باللبن. وبعد كده بدخله الفرن. مش عايز تحطي لبن ممكن تستغني عنه خالص وتحطي شوربه براحتك. بعد كده عملت الرز، عندي رز البسمتي، نقعت شويه حلوه كده حوالي نص ساعه. بصله صغيره تبلتها، وبعد كده نزلت على البصل على طول بالرز، وبعد كده نزلت عليها بالبهارات بتاعتي. عندي كركم وعندي كاري او بهارات كبسه وشويه كده من الشوربه، وحطيته على النار. ما بياخدش وقت خالص، ربع ساعه بالظبط، علشان الرز البسمتي انا كنت مخمراه او نقعاه شويه حلوين، يعني حوالي نص ساعه. بعد كده تعالى اوريكم العظمه، عظمه عظمه عظمه، يستاهل مليون لايك ولا لا؟ بالله عليكم ما تبخلوا عليا باللايكات يا جماعه. شويه جلاش كده سكر بصراحه كده يتاكلوا لوحديهم. خلاص انا خلصت بند الجلاش، وعملت كده شويه من التمر كده وانا بحضر في الفطار علشان احطهم فين؟ في التلاجة يسقعوا شوية. هو الجو بارد، بس بصراحة ان التمر بيحب يكون بارد شوية، ما بيحبش ان هو يكون بالمية العادية. وكمان عملت شوية شوربة لسان العصفور بالشكل ده كده، بخليها تفور بس فورتين وبطفي عليها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا نغرف مع بعض. بصراحة كده انا حبيت اجمع الاكل ده كله على صينية واحدة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان الاكل النهارده عسل، مش قادره اقول لكم على ريحه الاكل، كانت خطيره زي ما انتم شايفين كده. انا هنا حطيت الرز الاول، وهنزل عليه كده بالكفته، طبعا الرصه اللي انت حباها وبالطريقه اللي انت عايزاها. وبعد كده عايزه اقول لكم على حاجه كمان انا عملتها ما صورتهاش. حطيت اللحمه، قطعت كده كام بصلايه على كام حبايه طماطم على كام قرن فلفل، ونزلت عليهم بشويه حلوه من السمن، ودخلت اللحمه في الفرن بتتشوح تشويحه حلوه جدا. وكمان حطيت معاها الكفته بصراحه علشان تديها طعم حلو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الاكل النهارده او فطارنا النهارده كان بالشكل ده. يا رب يا رب يكون الفيديو افادكم. وكمان ما تنسيش كده تكتبي لي حضرتي ايه للفطار النهارده علشان كلنا ناخد افكار من بعض ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، وانتم في هنا وفي سعاده وفي ستر من الله وفي راحه بال يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.